بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، وان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم فرحانات ومطمئنات. جيتكم فيديو جديد. الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك معكم وصفة صبغت الطاقة تاعي البنات. راني في تحضيرات رمضان، بديت من دركي نحضر حاجة بحاجة هكا باش حتى كي يوصل لي رمضان نكون كملت كل حاجة، درت التغييرات وكلش. ومن بعد كي يبقاو لي التنظيمات ولا الحوايج اللي راح نخبيهم في الكونجيلاتور كتحضيرات يعني غذائيه. دوك راني مع التحضيرات تاع الدار، اسبغه، حوايج نزيدهم في الدار، وراني راح نشارككم كل حاجه اول باول. انتم برك عاونوني بليجام وبالبارطاج يا البنات. شاركوا القناه في مواقع التواصل الاجتماعي، بعثوها للعائله والاصدقاء هكا باش تكبر عائلتنا وتكبر القناه ان شاء الله، ويعني تعبي ما يروحش في الباطل. حبيت نقول لكل وحده جديده نورتيني وشرفتيني، نتمنى تعجبك القناه وتشتركي. واكثر حاجه نوصيكم عليها يا البنات امانه ليجام، ما تبخلوش عليا بهذاك الجام، راه يعاونني بالبزاف، خصوصا انه راهم هذه المره ما على باليش الخلل وين. الفيديوهات تبعي ما راهمش يطلعوا مليح في اليوتيوب، يتسمى انتم ديروا بالواجب وجمجموا لي. اما بالنسبه للمشتركات الوفيات فنقول لكم راكم الله يبارك في القلب، راكم ما شاء الله عليكم، راكم واقفين معايا وقفه الاخوات. ربي يحفظكم ليا ويحفظني لكم ان شاء الله. المهم يا البنات، بديت لكم الفيديو بقهوه الصباح اللي كنت شاركتكم في هذا المقروط اللي راني دايرته في القناه. اللي حابه تدي الوصفه الاصليه تاع المقروط تاع المقلاو والتهاب وما تحبش يعني تجرب الوصفات الجدد، نقول لك حبيبتي اكتبي عيشي البساطه مع ناعو مقروط. راح تخرج لك الوصفه بالتفصيل. راني درتها في الدخول المدرسي، ناجحه 100%، ومن المره الاولى هكا باش ما تخسروش المقادير تاعكم. واي وحده يعني جديده راها عروسه وحبت تدير هذا المقروط وخايفه يعني من دار شيخه يعطولها ملاحظات ولا تحشمي يعود ما يخرج لهاش ناجح 100%، نقول لك ادخلي للقناه وتبعي الوصفه وراكي رايحه تبهريهم بالوصفه الناجحه. المهم يا البنات، قهويت لهنا خليت الماعن ما غسلتهمش، طميت الدنيا وكلش. ومن بعد تيك جيت لهذه الطاقه اللي راها مخرجت لي قلبي. واش نحكي لكم، راه هذه السكنه يعني اللي راني ساكنه فيها بالك عندها 20 سنه ملي وزعوا هذه السكنه وكل حاجه، وكي شريتها انايا لقيت كل حاجه فيها قديمه. يتسمى راني نعاود فيها، كل مره نعاود فيها حاجه هكا باش نجددها، باش تتجدد لي النفسيه تاعي. وشوفوا الحطب تاع الطاقه كيفاش راه ناشف مشلفخ يا البنات. واش نحكي لكم، مش شباب كامل يعني في المنظر. وما كي خدمت الفايونس من داخل الكوزينه عاد يعطي لي الطاقه، عاد تعطي لي منظر ماشي شباب. يبا كانت عندي هذه الصبيغه اللي كنت صابغه بها الطاقه من قبل وعجبتني بالبزاف، ولكن المره الاولى ما كنتش عارفه كيفاش نصبغ. هذه المره يا البنات زدت لها كميه كبيره تاع ديليون، اللي يعني الا عندك كاس تاع صبيغه ديري لها 2 كيسان تاع ديليون هكا باش يمشي لك البانسو مليح مليح وما تجيكش محبه وتجيك يعني ليس وتبرق. يعني بالنسبه للصبيغه يا البنات راني راح نشارككم في النوع تاعها. انا نعتمد على ال سي 3 هذيك اللي يصبغوا بها الطوموبيلات. نورمالمون الباطه الصغيره تاع كيلو دير 100,000، ولكن النتيجه تاعها روعه. راني معتمدتها من سنين، صفوريه ما تصفرش، ليس بيضه تقعد لك كيما صبغتيها اول مره، وتعطي لك واحد الضوء في الدار، واحد الاضاءه، واحد الاحساس هكا باللي الطاقه تاعكم كي شغل تولي تاع الومنيوم، تعطيكم الفيو تاع انه طاقة جديدة، طاقة يعني حاجة مليحة. شوفوا الطاقة من قبل كيفاش كان اللوح تاعها يابس وناشف ومتباعد، ومن بعد كي صبغتها ولات لي عطات لي واحد المنظر ما شاء الله. خلصت لي لهنايا البنات الصبيغة تاعي لهنا كان فيها غير شوية، كنت مستعملتها في جويه واحد اخرين، وان شاء الله الشهر الجاي اكيد راني راح نشري وحده جديده ونكمل طاقه هكا. لي بيرسيان تاع برا نعاود نصبغهم. الباب تاع الكوزينه ثاني كنت صابغاته من الداخل، ومن بعد كي قلبته ولا يتفتح لبرا شغل الدخلاني تاعو ولا لبرا والبراني ولا لداخل، فهمتوا؟ كنت صابغاته بيض ومن بعد كي قلبته ولا اللي مش مسبوغ هو من الجهه الداخلانيه تاع الكوزينه. يبقى قلت الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله نزيد نشري وحده ونصبغ، نكمل الباب تاع الكوزينه نصبغه من برا ومن الداخل مليح ونفينيه بيان كوم يلفو. ومن بعد تيك نجوز للحوايج اللي راني حابه نزيد نصبغهم كيما الطاقه تاع الصالو، كيما البيبان ثاني تاع الصالو تاع البالكو والباب هذاك تاع الدخله. المهم نبيض الدنيا.
واش نقول لكم، تولي الدنيا كل حاجه بيضاء هكا. باش كي نجوز تشليقات تولي لي الدنيا تشعل شعيل، ويعطي الايفكت يا البنات تاع بلي المابل تاعك راه تاع الومنيوم ماشي مابل، ويعطي الاضاءه واحساس بالنقاء. شوفوا يا البنات كيفاش كانت، وشوفوا كيفاش ولات، عطات لي واحد المنظر ما شاء الله، وزادت ليك شغل في الطاقه الايجابيه. راكم تعرفوا نبدلوا حاجه بسيطه، مسمار نحوه من بلاصتو وندقوه في بلاصه واحده اخرى يعطي لك طاقه ايجابيه. فما دراكم حاولت صبغت الدنيا، وان شاء الله يا ربي كما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا راني راح نبدل من الصالو من البالكوات، كل مره راني راح نبدل حاجه هكا باش كي يوصلني رمضان ان شاء الله نكون دايره بزاف تغييرات، ويكون كافيني الوقت اللي في خطرها حاجه وحابه تبدلها وتستنى في شهر رمضان. نقول لك تغمضي عينيك تفتحيه تلقاي باللي مازالوا 5 ايام 6 ايام من رمضان ما تلحقي ديري والو. يتسمى ابداي من دركي بدلي بشويه بشويه. يبقى لنا الميناج ولا كاش تحضيرات هكا غذائيه لرمضان كيما العام اللي فات كنا درنا تحضيرات بزاف بزاف. العام اللي فات انا ما درتش تحضيرات بصح ان شاء الله ربي يقدرني هذا العام وندير التحضيرات معاكم. كما قلت لكم يا البنات اللي في خطرها حاجه وحابه ديرها نقول لك ابداي من درك ما تستنايش. انا العام اللي فات بديت نخدم في الكوزينه تاعي، خليت واحد الشهر ونص رمضان باش نعاود الكوزينه تاعي وبديت نعاود فيها، يعني راني لدركي ما كملتهاش صراحه، بصح بدلت فيها صوالح. يبا قعدت حتى غدوه رمضان وانا يا البنات والله غير في ذيك الليله ما قعدتش وما رقدتش دقيقه والله. يا السحور تاعي غير تسحرته، جاب لي الزوج جاب لي وحده بريوش، طيبت الحليب وتسحرت غير بالبريوش والحليب، ما كانش عندي الوقت حتى باش ندير حتى حاجه. في ذاك الوقت اللي جاب لي فيه السحور كنت مازالني يا البنات ندير في الميناج، بعد ما كنت صبغت بعد ما كنت يعني غسلت الكوزينه، يعني جاتني واحد الضيقه الله لا يشوفكم، الله لا يشوف حتى مؤمن. المهم يا البنات كنت كملت الميناج تاعي، صبغت واش صبغت، كملت الصبيغه تاعي كيما شفتوا راني وريتها لكم. ديروا عليها كابتور اللي حابه تشري كيما هي وتصبغ بها. نقول لكم يا البنات راها بزاف بزاف هايله، ومع الوقت ماهيش راح تصفر لكم. هذه هي كملت شغل تاعي ورحت ندير في الفطور تاعي اللي كان عباره على بيتزا. كنتوا قلتوا لي البنات شاركينا في العجينه باسكو كانت عجبتكم البيتزا، كنت شاركتكم من قبل البيتزا تاعي، قلتوا لي شاركينا بالعجينه. العجينه تاعي بسيطه ابسط منها ما كاش، ما فيها لا بيض لا يديك لا يجيبك. شوفوا يا البنات عندي كاس تاع حليب، مغرف تاع خماره، خميره الخبز اكيد، مغرف تاع سكر ومغرف تاع ملح، وطميت بالفارينه ومن بعد تيك درت واحد الربع مغارف تاع زيت كيما راكم شفتوا. دلكتها مليح مليح كيما شفتوا، يعني كنت خلطها في الغيسيبيو هذا، ومن بعد تي كيما ساعدنيش الحال حطيتها فوق البوطاجي دلكتها مليح مليح وطميتها ودرتها تخمر. في الوقت هذا رحت كملت الشغل تاعي، الوقت اللي خمرت لي الخمره الاولى رحت جبت الطوماطيش تاعي. نتوما وكيما راكم حابين ديروا الطوماطيش تاعكم، يعني الكميه اللي راكم حابين ديروها ديروها. انا يا البنات البراميكسور لازم يكون حاضر معايا هكا باش تجيني لاصوص تاعي ليس، وما في كي نعود ندوزن غدايا ولا عشيه دائما البصل والطوماطيش ندير لهم هكا شويه تاع ماء باش ما يخسرليش البراميكسور تاعي وتجيني لاصوص تاعي ليس، كسوسوا بصل ولا طوماطيش ولا ثوم ولا اي حاجه نديرها في البراميكسور وتخرج لي لاصوص ليس ما شاء الله وتجيني حميمره. شوفوا يا البنات باش تجيكم لاصوص ماشي اورانج تجيكم حمراء لونها شباب، ارحوا من البدايه الطوماطيش. كاين بزاف اللي شفتهم هكا ديرهم شلخ شلخ كما احنا نقولوا ديرهم هكا مرصوات طوماطيش والبصل وكل حاجه، ومن بعد تيك تضرب بالميكسور تولي لها لاصوص تاعها اورانج ما يتوليش شابه. احنا نحوسوا على اللون الاحمر هذاك الشباب وتجينا بنينه. شوفوا يا البنات الطريقه اللي نديرها انا في لاصوص تاعي، ندير شويه تاع زيت، الطوماطيش اللي كنت رحيتها اللي حابه تزيد تنكهها دير لها فص تاع ثوم، ونقول لك حبيبتي زيديه عادي زيدك في البناء. انا ما نحبش الثوم في الجو تاع الثوم في البيتزا ما نحبوش. درت كيما شفتوا الطوماطيش تاعي رحيتها ودرتها، درت ملحت بالجامبو هكا باش تجيني بنينه، ودرت راس الحانوت شويه فلفل كحل ورقه تاع رند واللي عندها الزعيتره نقول لك زيدي هكا باش تجيك اللاصوص تاعكم بنينه تجيكم عسل. درت الطوماطيش هذيك تاع البايط حوالي مغرف ماشي مليانه،
ودرت رشه تاع سكر هكا باش ما تجينيش لاصوص تاعي قارصه، تجيني معدوله في الحلاوه، يعني ماشي قارصه قارصه. راكم تعرفوا مام اللي الصومه ماشي مليحه. دائما نقول لكم على هذه المعلومه. خذوها يا البنات بعين الاعتبار. مع الوقت يا البنات يولي الواحد يكبر ولازم نحافظوا على صحتنا. المهم درت لاصوص تاعي طيب مليح مليح حتى انعقدت لي بالبيا وخليتها تبرد هكا باش كي نديرها فوق العجينه ما تديرليش شغل ما تعجليش العجينه تاعي تاع البيتزا وتجيني بنينه. عاودت فتحت العجينه تاعي للمره الثانيه، كانت خمرت لي. فتحتها ديريكت كيما راكم تشوفوا بشكل دائري. اللي حابه شكل كاري عادي نورمال نتيا وكيما حبيتي. جبت البلا تاعي اللي يدخل للفرن وحطيت البيتزا تاعي ودرت لها المونتاج، يعني نتومو كيما حبيتو. اللي حابه دير البولي اشي، اللي حابه دير فيونداش، اللي حابه دير الطو كيما انايا، كل وحده كيما حبت. كاين اللي حتى يزيدوا لها الشامبينيون، كل وحده وكيما حبيتي نتيا وكيما حبيتي تمونطي البيتزا تاعك. المهم الصح في العجينه ولاصوص هذه اللي تجيكم بزاف بزاف بنينه. ديروها بهذه الطريقه يا البنات راح تجيكم بنينه عسل. بالنسبه يا البنات انا للغدا والعشاء ما نديروش من راسي، اكيد نكون شاورت الزوج واش راح ندير غدا واش راح ندير عشاء. انا دائما نحطه في امر الواقع وهو اللي يقول لي واش ندير غدا واش ندير عشاء، هكا باش كي تخصني كاش حاجه ما نحشمش نقولوا عليها. حتى وراها صرف لي المصروف تاع شهر تخصني الحاجه يقول لي نورمال نزيد نجيب ديك الحاجه ونتهنى انايا من وجع الراس ومن التخمام ومن كل حاجه. وثانيك ندير لهم الحاجه اللي يحبوها، ما نروحش ندير حاجه من راسي ممكن هما ماشي نفحت لهم ياكلوها في هذاك النهار. درت لهم الغدا لهنا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. جربوا يا البنات هذه الطريقه تاع البيتزا راح تجيكم بزاف بزاف بنينه. بالنسبه لي انايا زوج حبات تاع بيتزا كيما راكم تشوفوا، زوج خبزات، وحده كلاوها الاطفال تاوعي بصحتهم، وحده كليتها انا بزوج تغدينا بيها. ومن بعد تيك يا البنات في نهايه الفيديو تشوفوا العجينه كيفاش طابت لي حمراء، طابت لي مفشفشه. الاهم يا البنات من كل هذا، من الوصفه من كل حاجه، لازم تكون الفارينه تاعكم من النوعيه الجيده. ما تروحيش تجيبي كاش فارينه نامبورطو كوا ومن بعد تيك تجي جربي الوصفه. ماشي غير الوصفه تاع البيتزا وماشي غير الوصفه تاعي، اي وصفه ديريها لازم تكون الفارينه تاعك من النوع المليح. انا بالنسبه لي راني شاركتكم المصروف تاعي الشهري، وراني راح ان شاء الله هذو الايامات نزيد نشارككم المصروف تاعي تاع شهر ديسمبر باذن الله. وان شاء الله هكا تدو فكره. كاين بزاف اللي يدخلوا ويشوفوا القضيان الشهري. ان شاء الله انتم ثانيك يا البنات تشتركوا، واللي حبت تدخل القناه وتشوف المشتريات اللي فاتوا ولا الفيديوهات اللي فاتوا نقول لك حبيبتي ما تنسيش بركي هذاك اللايك، اطبعي لي حبيبتي بصمتك وديري لي لايك واكتبي لي كومونتير هكا باش نعرفك باللي مشتركه جديده ورحتي شتي الفيديوهات اللي فاتوا. المهم يا البنات هامليك اطفالي يتغداو بصحتهم، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وربي يحفظ لكم وليداتكم. واللي ما عندهاش نقول لك ان شاء الله ربي يرزقك في القريب العاجل كل وحده واش راها متمنيه في قلبها. قولوا امين يا البنات. المهم يا البنات اللي هنا كنت وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم الطيبه، وان شاء الله يا ربي ندخل لبيوتكم ولقلوبكم وتجمجموا لي وتشتركوا في القناه. وصلت لهنا لنهايه الفيديو، ونتمنى لو كان ما وصلش لنهايه الفيديو باسكو يا البنات راني نستمتع كي نعود نحكي معاكم هكا نحسكم قاعدين معايا. ولكن معليهش لنا موعد ان شاء الله في فيديو اخر. انتظروني حبيبات قلبي، خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.